السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القرصة الفلاحي الطرية. هعملها معاكم بالعجوة وكمان هعملها سادة. اللهم بارك، القرصة طالعة خفيفة وكمان طرية. تابعيني بقى علشان هقولك على عجينة مظبوطة 100% تخلي معاكي القرصة الفلاحي تبقى طرية، يعني مش مكتومة ولا تقيلة. اللهم بارك، قرصة كده كأنها فينو، بس في نفس الوقت طعمها تحفة لأنها عجنها بالحليب. والكيلو اللهم بارك عمل معايا 35 قرصة. يا ريت بس لو اول مره تشرفيني، يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. لو عايزه تعملي قرصه فلاحي طريه يبقى لازم بقى تجربي طريقه النهارده. اللهم بارك، طالعه تحفه. في الاول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول وعليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه انا نزلت ب 400 جرام حليب، والحليب دافي زي دمع العين. بعد كده انا نزلت ب 100 جرام سكر، ونزلت كمان بمعلقه خميره فوريه كبيره، يعني على الميزان 10 جرام. هقلب بقى الخميرة والسكر لوحديهم، يعني مش هنضيف السمنة. قلل الاخر خالص علشان كمان نتأكد ان الخميرة نشطة ولا لا. لو عملت معانا فقاعات واحنا بنقلبها وكمان ريحتها ظهرت يبقى كده الخميرة نشطة نقدر نشتغل بيها. بعد كده انا نزلت ب 150 جرام سمنة، قلبتها شوية، وبعد كده نزلت عليها بكيلو دقيق، ومع الدقيق كده رشة ملح، وكمان نص معلقة بيكنج باودر. وهنقلب بقى في اول العجين، هنقلب بالمعلقة، وبعد كده هنشيل المعلقة خالص وننزل بايدينا. بس خلي بالك بقى من عجينة القرص، ما بتتلتش خالص. انا في اول العجين ما نزلتش الا ب 400 جرام حليب، بس لقيت لسه في دقيق فجبت 200 جرام حليب، بنزل بالحليب واحده واحده. هقولك بقى في نهايه العجين هو الكيلو اخد معايا قد ايه حليب. عجينه القرص ما بتتلتش خالص، يعني ما تلتيش العجينه. يا ريت تعمليها بين ايديك زي ما انا بعملها كده، وكل ما تعوزي تطري يعني تنزلي بالحليب، انزلي واعملي الخطوه دي. هتلاقي بقى القرصه معاكي بتفرد معاكي على طول، ما بتكونش ليها عرق في الاخر، مش زي كل مره متعودين ان احنا نعجن العجينه على اليابس وبعد كده بنطريها. لا، انا مش عايزاكي تلتي العجينه المره دي، انا عايزاكي تطريها، بس بتمسكي العجينه كده بين ايديكي وتطري فيها. كل ما تحتاج معاكي بتنزلي بالحليب واحده واحده، علشان عايزين العجينه ما يكونش ليها عرق قوي، علشان لما نفرد القرصه ما نلاقيهاش لمت تاني وبكده القرصه هتكون تقيله ومكتومه. عايزين ساعه ما نفرد القرصه تفرد معانا على طول وتكون واسعه، وكمان القرصه تبقى طريه بعد السوا وخفيفه. اخدت بقى معايا حليب قد ايه؟ 600 جرام، بس على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في دقيق بيبقى ليه عرق قوي فتلاقيه بياخد في السوائل كتيره، فانت خلي بالك من خطوه زي كده وانت بتعجني. العجينه ملمسها طري بس في نفس الوقت ما فيهاش اي تلزيق. وكمان انا ملتتش العجينه خالص، عشان كده القرصه طالعه خفيفه وتحفه. قطعت بقى العجينه كلها وعملت القطعه قد الليمونه الوسط، يعني حجمها على الميزان 50 جرام. عملت الكيلو 35 قرصه. غطيت بقى العجينه وسبتها ارتاحت تلت ساعه. بعد ما تقطعي العجينه كلها انا عايزاكي تسيبيها كده نص ساعه او تلت ساعه. سيبي العجينة ترتاح علشان ساعة ما تفردي القرصة بتلاقيها تفرد ما تلمش تاني. لو عملت الخطوة دي هتلاقي معاك القرصة خفيفة وطرية بعد السوا، وكمان هتقدري تعملي الكمية اللي انت عاملاها في 5 دقايق. ووداعا بقى الوجع الايدين، يعني ايديكي مش هتوجعك خالص من فرد القرصة الفلاحي. هتلاقي بقى نفسك بتفردي القرصة بكل سهولة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. الصاج بقى اللي بنخلصه بنغطيه. تعالوا بقى للتشكيل. انا عملت القرصه الساده في الاول، وحبيت ان انا اجيبها في التصوير في الاول عشان لو حابه تعملي الكميه كلها ساده. بس انا النهارده عملت نصها ساده ونصها كده بالعجوه. جبت بقى العجوه اللي انا عملتها معاكم قبل كده على القناه. يعني كنت مفرزاها. طلعت كيس علشان اطر العجوه وتشكل معايا بكل سهوله. ضفت لها معلقه سمنه ومعلقه سمسم، وقلبت في العجوه. السمسم بيخلي بقى طعم العجوه تحفه. والعجوه بقى اللي احنا بنبقى عاملينها في البيت بنبقى ضامنين ان هي نظيفه، واللهم بارك بتبقى طعمها تحفه. يعني انا ما كنتش بحب اشتري العجوه من بره خالص. تعالوا بقى للتشكيل. بنجيب قطعة العجين ونجيب قطعة العجوة، بنضغط على العجوة شوية وبنحطها في قلب العجينة ونقفل عليها. وبعد كده بنضغط ضغطة واحدة على القرصة، هتفرد معاكي على طول، يعني علشان العجينة هتكون ارتاحت، يعني مش صعبة خالص. وبعد كده بنجيب بقى سكينة أو مقص وبنعمل كده في 4 فتحات قصاد بعضيهم، وبعد كده كل ربع بنقسمه كمان بالمقص، يعني بنرسم رسمة الوردة. التشكيل على حسب ما انت عايزاه، يعني على حسب ما بتحبي تعمليها هتعمليها. انا عملت معاكم شكل الوردة وعملت كمان شكل تاني هنشوفه مع بعض، وعملت القرصة السادة. يعني طريقتها سهلة جدا ومفيش حاجة صعبة بجد خالص. لازم تجربوا القرصة الفلاحي بنفس الطريقة
هتطلع بقى معاكي مظبوطة 100%. وبعد كده مش هتعملي القرصة الفلاحة الا بنفس الطريقة، لان طريقتها سهلة جدا وسريعة، واللهم بارك النتيجة بتطلع تحفة. بس اهم حاجة ان انت تظبطي بس خطوة العجين. هعمل بقى معاكم التشكيل التاني. دخلنا العجوة جوه العجينة وقفلنا عليها وضغطنا على العجينة، بتفرد معانا على طول. اهم حاجة سمك العجينة منخليهاش يعني تخينة قوي او رقيقة قوي. ونيجي بقى بالسكينة كده ونعمل خطين في قلب العجينة من فوق. القرصة هتطلع معاكي تحفة برضو وشكلها تحفة، يعني زي اللي انت بتشتريها كده. القرصة اللي هي بتكون بالعجوة هتعمليها في البيت، يعني عجينة واحدة هنعمل منها قرصة فلاحي، وهنعمل كمان قرصة بالعجوة، وهنعمل كذا تشكيل. لو حابة تعمليها سادة زي ما عملتها معاكم في الأول، القرصة بقى اللي هتعمليها هتفضل معاكي طرية من أول قرصة هتاخديها لحد آخر قرصة. أنا كنت هعمل الكمية كلها سادة، بس ولادي كانوا عايزين بالعجوة، فعملت بقى نصها بالعجوة ونصها سادة. يعني كده خلصت التشكيل. غطيت بقى العجينة وسبتها خمرت. أنا سبتها نص ساعة ولقيتها اختمرت، يعني ما بتاخدش وقت خالص في الصيف. اول صاج انا عملت لقيته رفع، قمت بقى شغلت الفرن سخن. اول ما سخن انا وطيت البلاطه خالص ووطيت الجنوب ودخلت الصاج ودرته كل شويه لحد ما عطانا لون موحد. الصاج التاني اللي هو بالعجوه انا مسحت وشه بالحليب وحطيت فوقيه سمسم. اهم حاجه التسويه تكون على النار هاديه، ولو هتسويها في فرن البوتاجاز يا ريت تمشي على نفس الخطوات علشان القرصه تديكي لون حلو، وكمان تبقى القرصه طريه ومستويه حلو. بندير الصاج كل شويه لحد ما يدينا لون موحد. لو هتسويها في فرن البوتاجاز هتدخليها على الرف اللي في النص، ولو الفرن فيه مروحه مش محتاجه بقى ان انت تديري الصاج كل شويه. الصاج هيديكي لون موحد، واللهم بارك القرصه هتطلع كلها لون واحد وهتبقى معاكي تحفه. ادي بقى شكل القرصه في الاخر يا جماعه بعد ما استوت. التسويه من فوق ومن تحت عطت لون تحفه. اهم حاجه تسوي على نار هاديه وتسيب القرصه لما تختمر علشان وشها ما يكونش منفض. ادي بقى اللي هي بالعجوه. القرصة بجد بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم عنها. القرصة طرية. انا عايزاكي بقى تجربي وصفة النهاردة. انا متأكدة ان انت مش هتعملي القرصة الفلاحي على طول الا بنفس الطريقة لو جربتيها مرة واحدة. جربي بقى حتى لو نص كيلو هتعمليه 20 قرصة. بعد كده بقى لما تعجبك هتعملي كميات كبيرة. بس ما تنسيش بقى تسجلي الوصفة عندك. اللهم بارك. قرصة من الاخر، تسوية من فوق ومن تحت تحفة. وكمان الكيلو عمل معايا 35 قرصة. عملنا تشكيلة كده، عملنا شوية سادة وشوية بالعجوة، وبجد اللي هي سادة طرية وطعمها كمان تحفة لأنها معجونة بالحليب ما دخلهاش مية خالص. بس لو حابة تعملي القرصة الفلاحي مقدار نص مية ونص حليب اعمليها هتطلع معاكي تحفة. بس أهم حاجة هي خطوات العجين، علشان العجينة لو مظبوطة هتخلي معاكي القرصة في الآخر طرية. بتمنى بجد ان يكون طريقة النهاردة عجبتكم، واتمنى ان يكون شرحي بسيط وتكوني طلعت حتى لو بمعلومة بسيطة. اتمنى بقى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة. استناني فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.